أقسمت عليكم بالله هل يوجد فيما بينكم شخص غيري قد قال فيه رسول الله في يوم الغدير من كنت مولاه فعلي مولاه. اللهم أحب من أحب علي وعاد من عداه وانصر من نصره واخذل من خذله. من كوارث التاريخ أن يسمح ذوو الألباب وأهل العقول في يمن الإيمان والحكمة لفكرة كهنوتية تتسلل من خارج التاريخ زاحفة بخرافة الحق الإلهي يحملها متخلف عصرهم المشحونون بأوهام فكرة سيد الأرض السائدة قبل الإسلام في بلاد فارس لينصبوا أنفسهم وكلاء الصحابي الفاضل علي رضي الله عنه. محاولات بأست بعد 15 قرنا من الزمان لإعادة منتجة صورة إمام مقدس إبخصاص فوق مستوى النبوت ودون الإله وفوق البشرية والملائكة للصحابي علي رضي الله عنه بغير شخصيته التي عرف بها في حقبة تاريخية امتازت لحظاتها بنساء ملوحي بجندي الفداء للإسلام المحارب الفكرة أليه البشر أبطل المواجهة المخلص لتجفيف جذور فارس والروم ونظريات التقديس لغير الله. تهدف هذه المحاولات العقيمة المستلهمة فكرة سيد الأرض الفارسية ونظرية التشيع السياسية الولي الفقيه وفكرة الولاية العظمى إلى تصوير واقع الصحابة بعد وفاة رسول صلى الله عليه وسلم بالواقع الجدلي وإثبات فشل منهجية التربية النبوية الربانية لجيل الصحابة وصولاً إلى إقناع الأمة بردة الصحابة وانحرافهم باستخلاف غير علي رضي الله عنه. فكرة إحياء يوم الغدير أو يوم الوليت تهدف لا استنساخ صور متعددة للإمام المقدس كوكلاء الحق الإلهي في كل عصر ومصر وينوبون الإمام علي بصورته الأسطورية التي أعادوا إنتاجها بنمطية الإله كالخميني وعلي خامنئي بإيران ونصر الله في لبنان وعبد الملك الحوثي في اليمن والصدر في العراق وغيرهم ليعن لهم الولاء ويدان لهم بالطاعة العمياء ويمنح لهم القداسة والأحقية في استبداد الشعوب واستعبادهم. وبصناعة هذه الهالات القداسية وصنمية هؤلاء الرموز تبرز الثيوقراطية والكهنوتية فتنهب الثروات وتسرق الأموال وتقام الحروب الطاحنة والانقلابات وتسقط الأنظمة وتفتت الأوطان توق الأمة ويقن سيج الشعوب وتثار الخلافات والنعرات العصبية والسلالية والمذهبية والطائفية وتهيج مشاعر الكراهية والحقد لأصحاب رسول الله وزوجاته أمهات المؤمنين وتستهدف أفكار وثقافات الشعوب وتغير المناهج ويطنف القرآن والسنة ونصوص الوحي ويشكك في ميراث الأمة وإجماعها وتستباح الدماء ويصادر الحقوق والحريات وتعرض الأمة للطامعين والمحتلين والغزاة من غير المسلمين وتتحول الدول إلى بلدان فقيرة وعاجزة تبقى في ذيل القافلة الإنسانية تتسول الآخرين. كل ذلك بغية تحول الأمة لبيئة رخوة تتشرب الخلافات والشائعات وتعيش الريبة والفتنة في الدين والأخلاق والسياسة والحكم والفكر والاقتصاد ويضعف المشروع العربي والإسلامي وتضيع حضارة الإسلام.